71 وكان اسمها بيت من لحم. بيت من لحم من القصص من المجموعات القويه جدا، وهنتكلم كده فيها على عجاله برضه عشان ندي وقت للمناقشات، وهنتكلم في كذا قصه فيها. بيت من لحم بيتكلم عن، نقول حته منه كده: الخاتم بجوار المصباح، الصمت يحل فتعمى الآذان، في الصمت يتسلل الأصبع يضع الخاتم، في صمت أيضا يطفأ المصباح، والظلام يعم، في الظلام أيضا تعمى العيون، الأرملة وبناتها الثلاث، والبيت حجرة والبداية صمت. الأرملة طويلة بيضاء ممشوقة في 35، بناتها أيضا طويلات فائرات لا يخلعن الثوب الكاسي الأسود بحداد أو بغيره. القصة دي بتتكلم عن سيدة في 35 من عمرها، عندها 3 بنات وزوجها متوفي. هي بتحتفظ بقدر من الجمال بعكس البنات، شكلهم مش طريق لابوهم، مش حلوين قوي. البيت ما بيخشوش رجاله خالص، والبنات دي فرصتهم في الزواج ضعيفه قوي. ليه؟ عدم وجود ملامح الجمال فيهم، ومحدش بيخش يطلب البنات دي لان بنات فقيره وما لهمش راجل. محدش بيخش البيت الا مقرئ بيجي كل يوم جمعه بعد العصر يقرا على المرحوم ويمشي، والراجل ده كفيف. الى ان في يوم ما جاش المقرئ، فبعتوا بنت من البنات تدور عليه. المهم ان هو بعدها باسبوع حضر وقرا في البيت، وابتدوا البنات والام يحسوا ان في ريحه راجل جوه البيت، وريحه الراجل دي ريحه حلوه وطعم حلو، وهم مفتقدين ده. الحرمان عندهم شدتهم وتعبهم.